안녕하세요. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي دالشيك دانج. النهاردة أنا حبيت أسترجع الذكريات كده وأعمل أول وصفة دخلتني لعالم الطبخ الكوري، وهي الكيمباب. الكيمباب دوت وصفة كورية مشهورة جدا، موجودة في كل حتة في كوريا، وهو يعتبر أكتر أكلة الكوريين بيتجهوا لها لما بيبقوا جعانين، وبتبقى موجودة في كل حتة حتى السوبر ماركت. مكونات وصفة النهاردة هتظهر لكم على الشاشة دلوقتي. هبدأ الأول بإن أنا أنقع كوباية ونص من الرز، أغسلهم كويس قوي، بعد كده أنقعهم في مية. رز مصري عادي هنقعه في المية لمدة على الأقل ساعة. هنسيبه على جنب بقى، ونبدأ نجهز الخضروات اللي بتتحط جوه الكيمباب، اللي منهم الجزر وأي حاجة عامة للكيمباب بقطعها لشرايح طويلة زي ما هتشوفوا دلوقتي. من مميزات الأكل الكوري عامة اللي أبهرتني في الأول وخلتني أخش في العالم دوت، وهو الألوان. بجد كل حاجة كانت مليانة خضار ومليانة ألوان، فكانت حاجة مبهرة جدا بالنسبة لي، وكان نفسي جدا إن أنا أجرب اعمل الاكل دوت واجربه اكله. فالكيمباب كان اكتر حاجه كان نفسي اجربها، ودي كانت فعلا اول حاجه عملتها في حياتي للاكل الكوري. تاني نوع خضار معانا هو الخيار، ممكن تستبدلوه بالسبانخ. انا في العادي بعمله بسبانخ لو الموسم بتاعها، لو مش موجود بقطع خيار شرايح زي ما انتم شايفين كده. والخيار ده بيحتاج يتبل، فهجيب فصين كبار من الثوم، هاخد منهم برضو لتتبيله اللحمه، بعدين هفرمهم كويس قوي. بعد كده هاجي بقى لتتبيله الخيار، هضيف الخيار في طبق واضيف عليه معلقه صغيره من الثوم المفروم، معلقه كبيره من صويا صوص الفاتحه، وفي الاخر رشه زيت سمسم حلوه كده، واقلب كل ده مع بعضه كويس. ولو بنتكلم عن الاكل الكوري فيا جماعه لازم يبقى عندكم زيت سمسم، لان بجد بيختلف جدا طعم الاكل بيه. نيجي بقى لانواع البروتين. هستخدم الاول لحمه، طبعا مش لازم تستخدموا نفس المكونات في البروتين، ممكن تستخدموا اي نوع من انواع اللحوم، سواء بقى سوسيس، سواء تونه، او حتى كراب ستيكس، اي حاجه. بس انا دايما متعوده اعمله باللحمه، فجبت ربع كيلو من لحمه البفتيك، وبدات ان انا اقطعهم لشرايح طويله زي ما انتم شايفين. لفيتها الاول كده وبعد كده قطعتها علشان تطلع معايا الشرايح الطويله دي. وبرضو هنتبلها، هنحط لها معلقه برضو صغيره من الثوم المفروم، معلقتين كبار من الصويا صوص الفاتحه، كمان هضيف معلقه كبيره من زيت السمسم. انا دايما بحب اتبل اللحمه لاقرب طريقه لطريقه البولجوجي الكوريه. بعدين هضيف معلقه كبيره من السكر، ممكن تستبدلوها بالعسل زي ما انتم حابين. واخر حاجه معلقه صغيره من الفلفل الاسود. والمكون اللي بيودي اللحمه في حته تانية وبيديها طعم تحفه هو التفاح، او ممكن كمان تضيفوا الكيوي، لان الكيوي بيخليها طريه جدا. طبعا لو الكمثرى الكوريه موجوده برضو هتبقى احسن كتير. هبشر حوالي ربع تفاحيه كده عليهم علشان تديها طعم وكمان تخليها طريه. ونقلب اللحمة كويس قوي ونشيلها على جنب. تقدروا تشيلوها في التلاجة او بره، يدوب تاخد من الأطعمة كده وتقدروا تسووها بعديها على طول. احنا كده خلصنا كل التقطيع وكل التتبيل. هنبدأ ان احنا بقى نشوح كل الحاجات دي ونسويها. هبتدي الاول بالجزر، هنزله في طاسة سخنة فيها نقطة زيت، وابدأ ان انا اشوحه مع رشة ملح. هشوحه لحد لما يطرى وينزل المية اللي فيه، واول ما يستوي هرفعه من على النار. الحاجة اللي هسويها بعديه هو البيض. هبدأ ان انا اجيب 4 بيضات واكسرهم في طبق بالشكل دوت، لاني هعمل اومليت. وهنعمل زي الاومليت العادي جدا، بس هنحط ملح بس. هنكسر البيض في بولة، نرش عليه رشة ملح ونضربه كويس قوي. ودايما دايما الكوريين واللي كنت بشوفه زمان ان هم بيحبوا جدا البيض او البروتين بتاع البيض، فدايما بيدخلوه في كل حاجة. ولو انتوا مثلا ما بتحبوش نوع من انواع الخضار اللي موجودة في الكمباب او البيض او ايا كان، فاحب اقول لكم ان الحاجات دي طعمها ما بيبقاش واضح وصريح، كله مع بعضه بيدي طعم كده تاني خالص. بعد ما عملت البيض هبدأ ان انا انزله على النار برضو في نقطة زيت، هسويه زي الاومليت عادي جدا، وبعد كده هشيله من على النار وابدأ ان انا اعمله رول برضو كده واقطعه لشرايح رفيعة. وانا دايما بحب اقطع الشرايح تبقى بطول الكيمباب
علشان يبقى كله مستوي، ما يبقاش فيه حتت فيها وفي حتت ما فيهاش. وبجد انا اول مره عملت فيها الكمباب انا فاكراها جدا، حتى صورتها فيديو من كتر ما انا كنت فرحانه ان انا عملت اكله كوريه. والكلام ده كان قبل ما افكر حتى ان انا اعمل قناه للطبخ الكوري. بعد البيض بقى هنزل باللحمه بتاعتنا، مش هحط اي نوع من انواع الدهون او الزيت لان هي فيها زيت السمسم. هشوحها كويس قوي لحد لما تستوي، بعد كده هشيلها على جنب كده في الطاسه، وفي النص هحط ورقه فويل فيها شويه زيت. ودي ماي بيرسونال تريك يا جماعه، ان انا بحط فحمه مولعه وبدخن اللحمه، لان بجد بتدي طعم تاني جدا لاي حاجه فيها اللحمه بتاعت البولجوجي او الكيمباب. وعن تجربه هطلع لكم الكيمباب احلى من احلى كيمباب بيتباع في المطاعم. بعد ما سويت كل حاجه جه الوقت ان انا اسوي الرز كمان. هنزله في حله على النار واحط عليه ميه لحد فوق السطح بتاعه بعقله صباع. بعدين هحط عليه الملح واقلبه كويس، وهغطيه واخليه يستوي على نار هاديه جدا لحد لما يستوي تماما. بعدين شيلوه على النار وسيبوه حوالي 10 دقايق كده وهو لسه مقفول عليه. ومع الخطوات اللي احنا عملناها دي من اول نقع الرز لحد خطوات التسوية، فده هيخلي الرز فلافي جدا وعامل زي رز السوشي. بعدين هطلع الرز دوت في طبق مسطح او اي حاجة علشان يبرد شوية. هرش عليه رشة سمسم محمص وكمان زيت سمسم واقلبه كويس واسيبه يرتاح لحد لما نيجي نعمل الكيمباب. طبعا اهم حاجة واكتر حاجة اساسية في الكيمباب هو ورق الكيم، اللي هو جه منه اصلا تسمية الاكلة دي، وهي الكيمباب. كلمة كيم اللي هي الاعشاب البحرية باللغة الكورية، وكمان باب اللي هو الرز، فلما اتجمعوا مع بعض عملوا لنا كيمباب اللي هو ورق الاعشاب البحرية بالرز. وطبعا كل الاضافات اللي بتبقى جواه دي بتبقى على حسب رغبة كل واحد. اول خطوة لعمل الكيمباب ان احنا نحط الورقة بطريقة صح، وده عن طريق ان احنا نتأكد ان اول حاجة سطح الورقة الخشن دوت هو اللي فوق، هو اللي هيتحط عليه الرز، والسطح الناعم هو اللي تحت. كمان بيبقى فيه خطوط في الورقة كده، فنتأكد ان هي تبقى بالطول مش بالعرض، علشان دي الخطوط اللي المفروض ان احنا بنقطع على اساسها الكيمباب. هبتدي احط الرز الاول بعد ما بارد شويه، لان لو اتحط وهو سخن هيكرمش الورق، فبحطه وهو بارد شويه. بفرده بالشكل دوت وبسيب حته في الاخر كده علشان الرز ما يبقاش في كل الورقه. بفرده كويس قوي، ببططه بايدي بحيث ان هو يبقى كله متساوي ولازق في الورقه. وعلى الطرف خالص باخد شويه رز كده وبعجنهم على طرف الورقه، علشان دول بيستخدموا كجلو او لزق للكيمباب لما اجي الفه علشان يبقى محكم وما يتفتحش طبعا مننا في الاخر. وكل اللي انا بعمله ان انا باجي على الطرف شويه كده وابدا احط المكونات اللي احنا عملناها كلها. من المكونات برضو اللي دايما بحب اضيفها هي فجل الدانموجي، وده نوع من انواع الفجل المخلل الكوري، وانا عملته قبل كده، هتلاقوا اللينك هيظهر لكم فوق. وبرضو من الحاجات اللي بحب احطها جدا هي الكراب ستيكس او صوابع الكابوريا، بجد بتديله طعم حلو جدا. وبعدين ابدا ان انا الفه كويس قوي واضغط عليه كويس، بس مش بقوه قوي علشان ما اقطعش الورق، وفي نفس الوقت لازم احكمه كويس علشان ما يفكش من بعضه. طبعا مش شرط يبقى عندكم سوشي مات علشان تلفوا الكيمباب، لا تقدروا تلفوه عادي بايديكم. وبضغط عليه بمات السوشي في الاخر، بس طبعا لو انتم مستخدمين ايديكم عادي جدا وينفع، بس تضغطوا عليه كويس قوي. وطبعا هكرر نفس العمليه لحد لما اخلص كل المكونات اللي عندي. المكونات دي كلها يعني هتعمل لنا حوالي 5 من الكيمباب او 5 رولز من الكيمباب، ودي بالمناسبه كميه كبيره قوي لو انتوا هتعملوا كيمباب. اخر حاجه خالص بقى قبل ما اقطعه برش عليه رشه زيت سمسم كده، بمسحها عليه من فوق علشان يديله لمعه، وكمان الفليفر بتاع زيت السمسم بيديله نكهه تانية حلوه جدا. وطبعا بقى هبدا اقطعه، نحاول ما نقطعوش لا رفيع قوي ولا تخين قوي، في المتوسط. وتاكدوا ان انتم مستخدمين سكينه حاميه ومش مشرشره علشان ما تقطعش الورق او تبهدل الرولز بتاعه الكيمباب. وبين كل تقطيعه والتانية تقدروا تنضفوا السكينه اي حاجه مبلوله او بميه علشان بس الرز ما يمسكش فيها ويخليها صعب في التقطيع. وهيطلع معانا بالشكل ده في الاخر، شكل جميل جدا يفتح النفس. هزينه بشويه سمسم محمص. جربوا الوصفه دي وما تنسوش تسيبولي لايك وسبسكرايب لو انتوا لسه ما اشتركتوش في قناتي علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بعملها. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. تامي بايو.